كانت المباراة الثانية الأهلي مستني يشوف مين هيقابله في النهائي، وكانت مباراة قوية بين الزمالك وبيراميدز، انتهت بالتعادل في وقتها الأصلي، ثم اتجهوا لركلات الترجيح. يفوز الزمالك ب5 أهداف مقابل 4، يصعد لملاقاة الأهلي في النهائي. مباراة شكلها كان ازاي؟ بداية الشوط الأول أنا شايف اللي هو كان برضو سجال ما بين بيراميدز وما بين الزمالك، أو الزمالك وبيراميدز عشان ما حدش يزعل مننا. بيراميدز حاول يفرض سيطرته في المباراة. أنا أعتقد أول ربع ساعة بيراميدز كان ممكن يحرز هدف أو هدفين. كان تركيزه عالي جدا، وكان دفاعه كان في دفاع محكم. جت كرة للشناوي لعبها فوصلت للنص، كان في انفراد، كان ممكن مايلي كان ممكن يحرز هدف بسهوله. الشيبي ما شاء الله عليه، انا اعتقد ان الشيبي من احسن اللعيبه في افريقيا في الباك رايت الحقيقه، هو مرشح احسن لاعب في افريقيا بالمناسبه هذا العام. كورته حلوه جدا، بيلعب اللونج باص بشكل يعني احترافي جدا. نص فوز بيراميدز بسبب محمد الشيبي الحقيقه يعني. بيراميدز اول ربع ساعه لما فقد الهدف، لان لو احرز هدف في اول ربع ساعه انا اعتقد ان المباراه كانت هتبقى 2 و3. انا قلت كده، انا قلت اذا نجح بيراميدز في اللي هو يحرز هدف في نادي الزمالك في اول ربع ساعه هيتارجت هدفين 3. الحقيقه ده ما حصلش، وقدر الزمالك يلعب بدفاع، والونش بدا يخش في الفورمه. انا عاجبني جدا الونش لانه بيشتغل على نفسه، وبعدين خاسس قوي ما شاء الله، مش كان الاول سمنان كده فتقيل في الملعب. الونش لطيف جدا، لكن مش هو ده فتوح بقى. يعني عشان نعمل برضو ايه، عشان الناس تبقى فاهمه القصه. لو انت هتقول الدفاع الزمالك قدر اللي هو يمنع اهداف، لكن فتوح مش هو ده فتوح بتاع زمان، اللي هو من 2 3 قبل الاصابه وقبل المشكله اللي حصلت. كان مستواه احسن من كده. عمر جابر الراجل 34 سنه تقريبا دلوقتي، فبيأدي في حدود الامكانيات المتاحه في سنه. دي حاجه برضو كويسه بالنسبه له. لكن عبد الله السعيد يعني طبعا دايما اداؤه يعني يعني عايز اقول رائع. لان عبد الله من اللعيبه المهاريه، اللعيبه اللي هي بتتقل على الكره في الملعب، بتحتفظ بالكره، عندها قدره على المراوغه، عندها قدره اللي هي تعمل باصات كتيره جدا في اماكن. السنس بقى بتاع اللعيبه لما بتوصل عندك خبره تراكميه، وبعد ما بتوصل لسن معينه انت بتعرف بتعمل برنامج 10 ساعات وانت قاعد. مش محتاج اللي انت، على سبيل المثال حضرتك انا ممكن اعمل جورنان 35 صفحه وانا قاعد بعناوينه بديسكو بكل حاجه. بتوصل للفتره دي بقى اللي عند عبد الله السعيد. عبد الله السعيد يقدر في نص الملعب يقدر يمشي فرقتين مش فريق واحد، ويطلع الفراوده ويقدر يلعب الباصات والكلام ده كله. عبد الله السعيد هو المدرب لسه طبعا، يعني عايز اقول لك عبد الرؤوف هو بيديله يعني الشوط الثاني بيديله نص ساعه، بيستفيد بخبرته الى حد ما. لكن الزمالك في بعض العناصر اللي يعني بدات تستعيد. رؤوف عرف يدير المباراه امام تراب، امام يوتيتش. اعتقد اللي عرف يدير المباراه، وخاصه اللي جمهور الزمالك هو كان العامل الحسم جدا بشكل زي ما حضرتك شايف في تحقيق الفوز على بيراميدز. زي بالظبط لو هنعمل بقى سكريبت كده عشان نوضح الصوره، زي جمهور ليفربول مع ريال مدريد. مرمى الزمالك كان هي المؤثره في هذه المباراه يعني. طبعا الحراس على اعلى مستوى، وعواد حتى رغم ان هو كان اتعرض لاصابه وضغط وضربه في الرقبه وضربه لكن واصل حاول اللي هو برضه يستكمل المباراه، وهو كان مميز جدا. والشناوي كمان اللي انا بصراحه